عنك. اوكي، ميرسي قوي. وده كمان لو سمحت. حاضر. ميرسي. مصري؟ جدا. باين. قريتك. فرصة سعيدة. أنا أسعد. أنت كمان قاعدة هنا؟ ده إيه الصدف دي؟ اسمي نهى عرفات، عندي بيوتي سنتر، بسافر أوروبا على طول، أدور على أحدث الكريمات والبرفيومز وأي حاجة يحتاجها البيوتي سنتر عندي ويخليه مميز في خدمته. أنا بحب قوي الناس اللي بتتعب عشان تكون مختلفة. الاختلاف سر النجاح. أمال؟ أنت بقى مش هتعرفني على نفسك على الأقل عشان ما أحسش إن أنا رغاية قوي كده؟ أنتي؟ لا طبعا، أنا اللي فاتت عليا الحكاية دي. شوفي حضرتك، أنا اسمي عمر صلاح الدين طه، شغال فني تركيب كاميرات ونظم مراقبة. لا ما تقولش. ما أنا قلت خلاص. وفي إيه؟ أصلي كنت بدور على أي حد يكون بيشتغل في المجال ده، عاوزة أجهز السنتر عندي بكاميرات المراقبة دي. تعرف أنا بسافر كتير قوي، مش عايزة البنات اللي بيشتغلوا عندي يطمعوا فيا عشان على طول مش موجودة. المال السايب يعلم السرقة. أنت هتقولي ليه؟ بس المشكلة بقى إن أنا مش لاقية أي شركة من الشركات دي. تعرف عددهم قليل، مش عاملين دعاية كافية لنفسهم. ممكن ثانية؟ طبعا. ميرسي. بص، ده عنوان البيوتي سنتر عندي، والنمرة دي بتاعتي أنا اللي برد عليها بنفسي. ده كتير كتير. هستناك تكلمني امتى؟ اخد بس نفسي من السفر وهكلمك في اقرب وقت. مش هتنساني؟ انسى؟ في حد ينسى لقمة عيشه؟ ده حتى النعمة تزول. اكشف لي على العربية ملاك القاهرة رقم 931105. انا مش عارف كامل اخويا ما جاش يستقبلني ليه، مع اني مأكد عليه ميعاد الوصول. بالذات في مصر المواعيد مش مؤكدة. انا مش عارف اشكرك ازاي. أحسن خلي ضميرك يفضل يزن عليك كده عشان ما تنساش تكلمني تيجي تركب الكاميرات بسرعة عندي في السنتر، وهو بالمرة تعرف العنوان عشان يبقى سهل عليك. بذمتك بعد اللي انا شايفه ده ينفع اتأخر؟ قريتك. واسأل عمر بيه وودي شنطة على البيت وارجع لي. فرصة سعيدة قوي. أنا أسعد، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. باي. ما يصحش يا عمر بيه تقف جنبي يا راجل، ولا بيه ولا بتاع، صلي على النبي. بنت حلال قوي المدام. الحمد لله على السلامة يا مدام. الله يسلمك يا رباب. هاتيلي كشف الإيراد. اوكي. الو، ازيك يا حبيبتي؟ انا وصلت بالسلام. خلصت الاجراءات وجيت على البيوتي سنتر على طول. اما جوزك ده ايه، طلع سكر، سلاني طول الطريق. لا اطمني يا حبيبتي، قعدنا ورغينا واتكلمنا، واحتمال اشوفه قريب قوي كمان. عرفتلك مكان الجرسونيرة بتاعته. منك انت. خلاص اوكي اتفقنا. يلا باي، ببوسك.
ثانية واحدة. ادخلي. اتفضلي يا رنا. ميرسي. بس على شمالك هنا البيت اهو. دقيقتين بالعدد يا جابر، مش هتاخر عليك. حضرتك خد راحتك، المدام قالت لي ودي عمر بيه مطرح ما هو عاوز. يا عيني على الطاعه العمياء. خد يا سيدي سجاره. اللي اقول لك خد العلبه كلها، هي مش خساره فيك. متشكرين والله، ده كتير. افتح لي الشنطه. حاضر. دقيقتين بالعدد. وحشتني. انت اللي وحشتني يا عم، انت اللي وحشتني. يالا اخبارك ايه؟ طب ما تتفضل يا استاذ عمر. ربنا يخليك يا استاذ عثمان، هم دقيقتين بس اطمن فيهم على علي وامشي على طول. طيب خليكم براحتكم. وحشتني يالا، وحشت ابوك. شفت ابوك جاب لك ايه؟ هدية ايه بس؟ طمني عليك الأول. يعني اكلك يالا، اكلك ايه اللي ماضى دي؟ ايه الكلام الكبير ده يالا؟ مش تفتح الهدايا تشوف ابوك جاب لك ايه الاول؟ هفتحها بعدين. تقيل زي ابوك. طب انا كويس يا سيدي، ممكن بقى انا اللي اطمن عليك؟ عامل ايه يا علو؟ مفيش، أنا من المدرسة للبيت ومن البيت للمدرسة. يا عيني على الاستقامه، امال عايز تروح فين؟ انا بتكلم على المذاكره. ها؟ مدرسه، عايزك تطلع الاول. يعني أنت عايز تفهمني اللي أنت كنت بتطلع الأول وأنت قدي؟ ايه الكلام ده؟ تعال. انت حد قال لك حاجه غير كده ولا ايه؟ خليني ساكت. ايه اللي خليني ساكت يالا؟ ما تنطق. قصدي ماما قالت لي إن هي سابتك عشان أنت ما كنتش بتذاكر وبتسقط. يا بنت تسقط؟ ما عشان كده يا علي بقى انا عايزك تذاكر، عشان ماما ما تسيبكش زي ما سابتني. طب ما تيجي تذاكر معايا عشان تنجح وتعيش معانا. يا حبيبي يا علي، يا حبيبي يا علي. ما انا بذاكر مذاكره تانية بقى حلوه. ادعي لي ان انجح. يا رب تنجح يا عمر. يلا يا دوش. شوش جوه. بلاش بس خلاص بقى جابر الشارع عايز مسدد. خلاص لحد باب البيت يا عمر بيه. باب البيت اهو، الله يكرمك. العب. مش ده الاستاذ عمر؟ وعربيه كمان. طب سواق، ما تيجوا نسلم عليه. يلا. اتفضل معانا يا جابر، تشرب حاجه او تاكل حاجه؟ بجد والله يعني. متشكرين يا عمر بيه، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. الحمد لله بالسلامه يا استاذ عمر. الله يسلمك يا عم جرجس. الحته كانت مظلمه من غيرك يا عمر. ما تقولش كده يا استاذ المحاسن، مضلمه بيكوا يعني. باشمهندس عمر احسن واحد يبان عليه السفر، ما شاء الله ما شاء الله. ان شاء الله. ايه يا معلم صبحي، هي عربيتي دي توصيله مره في العمر. الله الله، وانا بحسدك. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا معلم صبحي. ما تتفضلوا تاكلوا معانا حاجه. السلام عليكم. سلام ورحمه الله. يلا اطمن معاك. استنى، انا عارف احنا كنا واقفين فين. وحشتيني يا رؤى. عمر وحشتيني يا أم. حبيبي يا ابني، يا حبيبي حبيبي، وحشتني. وحشتيني يا أم. الحمد لله على السلامة.
الحمد لله على السلامة يا حبيبي. وحشتيني عامله ايه؟ انت كمان وحشتني اكتر. تصدق يا واد انا ما عرفتش غلاوتك قد ايه في قلبي غير لما غبت عن عيني. طب والله وانت كمان يا يا سلام يا اخوي، ما هي غلاوتي بانت من التليفونين اليتامى اللي انت كلمتهمني وانت مسافر. طب والله وحياتك عندي كان غصب عني. ياما الدنيا هناك عامله زي المفرمه، لو ما كنتش خدت بالي كنتش هلاقي روحي. يا ساتر يا رب، كفى الله الشر. ليه يا ابني كنت بتشتغل ايه هناك؟ لا ياما لا، ما انا لازم اشرح لك برضه. اصل الخواجات دول عاملين زي المكنه، كل واحد ليه دور. عارفه الترس ياما اللي في المكنه ده، اللي يقف الترس يلف عليه. وعلى ايه ده كله يا ابني؟ ده ما فيش حد بياخد اكتر من رزقه. والله عندك حق، قله ايمان منهم بقى ياما. المهم طمني انت عليكي، صحتك كويسه وبتاخدي الدواء في ميعاده ولا لا؟ انا بقيت زي الفل ما دام انت رجعت لي. طب قولي لي، البنت بطه في الشغل طبعا. كامل نايم؟ لا، كامل راح النادي. كامل راح النادي؟ اه. كامل انا واخويا بنروح نوادي؟ لا، اصل هو فتح نادي بلياردو وتلاقيه كل يوم من الساعه 10 الصبح هناك. شوف الواطي ده، انا قايل له على ميعاد الطياره. هو ما قالكوش ان انا جاي ولا ايه؟ ابدا. واخرتها في الواد البراب ده ياما. اسكت اسكت يا عمر، ما تفتحليش السيره دي. ده انا قلبي بيتقطع في الروحه والجايه على شفته وهو كانه غريب عايش في بنسيون في وسط ناس ما يعرفهمش. يحصل مهما يحصل، لا له دعوه بحد ولا بيسال في حد. طب تصدق ان هو من ساعه ما جه من بره ما دخلش عليا مره بكيس فاكهه ولا لفه حلويات. بقى قاسي قوي يا عمر، لسانه ما بقاش بينقط اي حاجه عدله. ما هي الغربه كده يا روقه، يا تحسس الواحد باهله اكتر من الاول، يا تقلبه الحصاله عايشه لنفسها وبس. وكامل طردنا من قلبه ياما، ربنا يهديه لنفسه يا رب. المهم قول لي انت يا واد، احكي لي عملت ايه من ساعه ما سافرت لحد ما انت قاعد قدامي دلوقتي. احكي لك يا ولد. يا ولا في حد كان وراه؟ لا يا فندم، بس في حاجه مش مفهومه. ايه؟ التقرير بيقول ان عمر خرج من المطار وفضل واقف شويه، وبعد كده خرجت ست وقفت تتكلم معاه، وبعد كده جت عربيه خدتهم هما الاثنين سوا. مين الست دي؟ الست دي يا فندم نزلت قدام بيوتي سنتر، وبعدين العربيه كملت بعمر راح زرع عليه، وبعدين العربيه وصلته البيت. العربيه دي بتاعت مين؟ ده اللي مش مفهوم لحد دلوقتي يا فندم، لان العربيه متسجله باسم المرحوم ربيع محمود رمضان. ايه رايك بقى؟ رأيي بشوف، ما أنا قلت لك. الله، قلت لي ايه يا عم انت؟ ما قلت لك تقتله؟ واقتله ليه؟ ما هو خلاص. أنا اللي بقوله بيتنفس. جرى يا عم داني في ايه؟ مش هينفع تشتغل معانا. انت كبرت الموضوع ليه بس؟ استنى ردوا مسرح ما شفتوه. يا عم داني، جرى ايه يا عم انت في ايه؟ اصبر بس بتكلم معاه، في ايه؟
فستان ده بكام يا بنت؟ عمر وحشتني قوي يا عمر. بس يا بنت احنا في المحل. انت جيت امتى؟ مش ممكن. وحشتيني. معقول السلامة. الباشمهندس عمر الحمد لله على السلامه. الله يسلمك حاج سيد. ده انت نحمده. هاتي حاجه ساقعه عليكم كلكم بمناسبه رجوع الباشمهندس عمر بالسلامه. حالا يا حاج. استنى يا نحمده، ولازمتها ايه التكلفه بس يا حاج سيد؟ لا والله حرام يا بنت نحمده. بقول لك ايه، وعدي على عم وهبه الحلواني خليه يجيب لنا صينيه بسبوسه بالمكشكشات. والله ده كتير يا حاج سيد. لا كتير على ايه؟ ده احنا زرنا النبي يا اهلا وسهلا. اهلا بيك يا حاج سيد، على فكره انا عارف اصول الشغل، بس اعمل ايه بقى؟ بنت تومه كانت وحشاني وما قدرتش استنى تروح عشان اسلم عليها. وماله؟ من الذي لا يحب بطنه؟ العسل قوي الحاج سيد على الاخر. ما تشربش شاي بحليب، خليهم يزودوا اللبن. لا لا كويس كده. جامد. عمر ثانية واحدة يا لبنى. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا اخويا. مبروك، ولو انك ما تستحقهاش يعني. ليه بس يا اخويا؟ اخوك ايه بقى؟ انت فايق لحد؟ ما خلاص راحت علينا. ايه يا عمر اللي بتقوله ده؟ هي الاخوة بيروح عليها برضه؟ بتروح. يعني لما اخوك يكلمك ويقول لك انا جاي على طياره كذا الساعه كذا، وينزل مطار يلاقي نفسه ملط وناس غريبه توصله، تبقى بتروح ولا لا؟ لو انت كنت بتبلغني بميعاد الطيارة عشان اروح اجيبك من المطار؟ اكيد لا طبعا، بكلمك عشان تديها تصريح هبوط. طب والله العظيم افتكرتك عادي بتطمني عليك يعني. ماشي يا اخويا، بعدين وطمني. ايه؟ انت حلال قوي، قنوع. ما تطلبش مشاريب غالية، اخرها شرب شاي بحليب. احنا لازم نكتب دلوقتي، دي مش هتلاقيها تاني يا كابتن. انا قلت كده والله فرصة. يلا يا راجل. تعالى معرفك عليها. لبنى اخويا عمر. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا بيك. اخويا عمر لسه واصل من اوروبا حالا. يا الحمد لله على السلامه، نورت مصر. منوره بيك، الله يسلمك. بصي، من ساعه ما جيت وكامل ملوش صله غيرك، ذوقك، ادبك، اخلاقك، ولا نفسك الحلوه. ميرسي والله. بس لعلمك بقى يعني انا مش ببالغ، كامل برضو ما يتخرش عنك، اخ اكبر وراجل ونعم الرجوله. ولعلمك بقى سر، يعني اكتر حاجه بتميز كامل كرمه، اللي في جيبه مش ليه لغيره. يا عمر انا ما بحبش اتكلم عن نفسي. لا ما انا بتكلم، سيبني انا هقول كل حاجه. عمر يا خال حبيبي. ايه الجمال ده؟ حبيب خاله. ازيك يا خال؟ وحشتني يا حبيب خاله. انت اللي وحشني. عامل ايه؟ زي الفل، نحمد ربنا. عارف لو كنت اعرف اني اعزوبك هنا كنت جبت لك الفندام اللي كنت بجيبه لك وانت صغير. ربنا يخليك لينا يا خال. الله يخليك. جبت لي ايه معاك من بره؟ خلاص بقى مش قدام الناس، ما تسيحش فاكرك. لا 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 قول لي بس جبت لي ايه، مش هقول لحد. طب ايه رايك ان صورتك ما فرقتش خيالي يا خال؟ صورتي؟ ايه ده يا خال؟ ده خيار. ايه يعني ايه؟ لا يعني عرفت انه مفيد قوي للوش، قلت اعمل بيه ماسك عشان البشره تبقى نضره. شوف، كل ما اقف معاك ثقافتك تخليني عاجز. ربنا يخليك. بس اللي انا اعرفه معلوماتي يعني ان الخيار مكانه السلطه. لا ما تقلقش، وانا بعد كده هشيله من على وشي واحطه مع الطماطم ويبقى طبق سلطه زي الفل. امسك مزمز فيه. وايه اللي حصل يا ليلى؟ اهلا اهلا اهلا، سموك نورت المكان. ترابيزتك جاهزه وحالا المشروب المفضل بتاعك هيبقى بين ايديكي. ما يخالف. عيوني اتاخرت عليكي؟ لا يا عمري، اتفضل. اتفضلوا. مين ده سيادتك؟ هذا الشيخ حمد صديقي. صديقك؟ يلا ما يخالف. اتفضل اتفضل. اتفضل. هجيب لحضرتك المشروب. ليلة 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 ليلة. طب يا جماعه انا هستأذن بقى، انا حاسس ان انا عامل زي العزول بينكم يعني. لا ابدا يا استاذ عمر، والله انا لازم امشي عشان انا اتاخرت. والله ما انت متحركه، انا كده كنت جاي ابارك لكامل على الصاله، بس شكلي هبارك له على حاجه تانية قريب. استناني اوعى تنام، اصل انت وحشني قوي. انت هتقول لي يا كامل عشري قوي. تشرفت. ميرسي. ايش بيك؟ على صوتك. انت حرية. لحظة. حرية؟ ايه يا بنت اللي انت عاملاه في نفسك ده؟
يستر عليا ويستر عليك ربنا. استر عليك، انا اعرفك؟ اللي انت عارف نفسك ده يا بت. يعرفوني هنا بالشيخة رهف. انت غيرتي اسمك؟ في حاجه اسمه الشيخه؟ لا ما في بقى يعني يا سنة وين الدبليو سي؟ فين؟ الحمام يا خال، الحمام. الحمام بتاعهم. التلاوت يعني؟ بتاعهم. طب بقول لك ايه، هروح بس احط لك المشروب واجي اخدك على طول. سموه الشيخ رهف. أكل العيش ها؟ هما بقى بيسموه اكل عيش. فين الحسن؟ ما تقولي الحمام، انت مكسوفه. يلا. الله حلوة قوي. بصي دي كمان جميلة. دي ايه دي؟ جلابيه؟ تسلم ما جايبك يا عمر. ربنا يخليك لينا يا عم. بص، شايف اخويا حبيبي جايب لي ايه؟ يا سيدي يا سيدي، طبعا ما احنا اللي على الحجر. ده مش هنا خالص. خالص. واتفضل يا عم انت كمان. انا؟ يا رب بس يطلع مقاسك. ما شاء الله. لزومها ايه بس المصاريف دي يا عمر؟ انت جبت فلوس منين الكلام ده كله؟ شكلك اشتغلت في المخدرات يا عمر. مخدرات؟ الملف السعدي يا ابني. ياما بضحك معاه. بقول لك ايه، عايزك في كلمتين على جنب. سر عن امك واختك؟ يا عم كلمتين رجالي. يلا يا اخويا يلا. على اذنكم يا بنات. اتفضل. ها، ما قلتليش ايه رايك؟ ايوه يا سيدي، ايوه يا سيدي، ماشي. الحته اللي كانت معاك ها؟ حته ايه؟ يا ابني احترم نفسك، دي هتبقى مرات اخوك. مرات اخوك؟ ايه ده؟ اوام كده؟ وانت لحقت ترجع من السفر عشان تلحق تعرفها؟ ولا كنت عارفها من العراق كامل؟ لا عراق ايه؟ دي زبونه في النادي، شفتها وتعرفت عليها. يعني ما تعرفهاش قبل كده؟ لا. طب وازاي يا كامل؟ مش تعرف اصلها فاصلها قبل ما تتجوزها ولا ايه؟ يا عم هو ابوك كان يعرف امك قبل الجواز؟ ايوه يا كمال، بس دي مش امك ولا ده الزمن. هي ما عجبتكش ولا ايه؟ يا عم انا لحقت اشوفها، انا شفتها دقيقه، هتعجبني امتى؟ ممكن اسالك سؤال شخصي؟ شخصي؟ كامل انت اخوي. سبت مراتك ليه؟ انت مش عارف اسمها؟ مش فاكر. انت قلت لي على اسمها بس نسيت. اسمها حياة. حياة صح. سبت حياة ليه؟ مش انا اللي سبتها. هي اللي طلبت الطلاق يعني؟ هي ما طلبتوش. هي سابت البيت ومشيت وخدت علي معاها، وحلفت ما هي راجعه تاني غير لما اجيب لها شقه وباسمها كمان. طب وليه ما حدش حاول يصلح ما بينكم؟ امك حاولت تمنعها وهي خارجه، شتمتها وزقتها وقعتها على الارض. ينفع تدخلها بيتك تاني دي يا كامل؟ لا طبعا. انت كنت تعرفها قبل الجواز؟ بسنه. ولعلمك كانت بتيجي البيت تساعد امك في الغسيل وتنظيف البيت. كانت واحده تانية خالص قبل الجواز يا معلم. شفت؟ يعني مش شرط انك تبقى عارف اللي هترتبط بيها قبل الجواز عشان تطلع زوجة صالحة. انا ما قلتش انه شرط يا كامل، بس على الاقل يعني نعرف دي مين، بنت مين، عشان ما تطلعش زي البت اللي عامله خليجيه عندكم في البلياردو. مين دي؟ سمو الشيخة رهف. سمو الشيخة رهف. طب لعلمك بقى، دي لا سمو ولا شيخة ولا اسمها رهف حلو. نوى سيد اسماعيل، الشهيرة بنوها عرفات، عندها 41 سنة، عندها بيوتي سنتر وساكنة في جاردن سيتي ومتخصصة في المساج. لا ما واضح. العربية اللي راكباها شاريها من ورا ست ربيع محمود رمضان ولسه ما سجلتهاش، عشان كده لما كشفنا عليها في المرور لقيناها لسه متسجلة باسمه. ودي ايه اللي وداها اليونان؟ هي متعودة تسافر أوروبا تجيب مستحضرات تجميل من هناك. وهي سافرت قبل كده ولا دي أول مرة؟ هنبعت نجيب يا فندم شهادة تحركات من الجوازات. عندها كاميرات في البيوتي سنتر بتاعها؟ هنبقى نشوف سيادتك. تؤمر بحاجة تانية يا فندم؟ هو أنت جاوبتني على الأولانية لما هتسألني في التانية؟ اتفضل. بعد إذنك يا فندم. في فوق من إسرائيل لسه واصل يا فندم. أنا مش عارف إيه المحبة الزايدة اللي ظهرت فجأة دي. تعليمات سيادتك. يا جيهان، هيكون إيه تعليماتي يعني؟ هتاخديهم تعزميهم على العشاء؟ مراقبة 24 ساعة في ال 24 ساعة. اتفضلي. حاضر يا فندم. يا هشام، في حد ظهر ورا عمر؟ معلش يا باشا كده، كان في سؤال رفيع كنت عايز اساله لسيادتك. الكاميرات اللي احنا بنستوردها بنجيبها منين؟ من الصين. ليه؟
طب يعني لو فيها اساءة ادب مني، احنا بنجيب الحته بكام؟ انت بتسال السؤال ده ليه؟ يا باشا من باب العلم بالشيء. باب العلم بالشيء. هتستفيد ايه يعني لما تعرف انا بجيب الحته بكام؟ انت ناوي تشاركني ولا ايه؟ مش دلوقتي يا باشا. نعم يا اخويا؟ يا باشا بهزر مع سيادتك. الموضوع وما فيه، ليا واحد صاحبي معرفه جاي له شويه كاميرات من بره، فكنت عايز اعرف يعني احنا بنجيب الحته بكام عشان لو سعر المعرفه ارخص نعمل مصلحه. مصلحه؟ بص يا حبيبي، انت تجيب لي المعرفه ده لحد هنا، اقعد انا وهو نتكلم، اصل ما بحبش حد يبقى في الوسط. الوسطاء يمتنعون. الوسطاء ايه؟ يمتنعون يا برنس. برنس؟ يمتنعون يا باشا. يا باشا اتفضل. عن اذن سعادتك. اتفضل. غريبة، يعني ما سألتنيش حد سأل عليا يا هانيا؟ مين اتصل؟ مطعم المقطم بتاعنا اتصل وسألني إذا كنا عايزين نحجز ترابيزة الفردين النهارده على العشاء. طب ما تروحوا. هما مين دول اللي يروحوا؟ انتوا الاثنين. عشاء ايه؟ وسهرة ايه؟ وجمال ايه؟ صحة حبيبي. أهرون عغنون واحد من الفوج الإسرائيلي عمل نفسه عيان وتخلف عن رحلة الفوج للهرم. بعد الظهر نزل وراح الصيدلية دي وطلب إن هو ياخد حقنة. لا ألف لا بأس عليه. ولما عملنا تحريات عن اللي اداله حقنة طلع اسمه صالح عبد الباقي، أرمل وعنده بنتين، بيشتغل بعد الظهر في الصيدلية بيدي حقن، والصبح موظف في دار المحفوظات. الجماعة دول مش هيحمدوا بقى، مصرين بالعافية يثبتوا إن ليهم جذور في مصر. حلم النيل للفرات يا فندم. تمام انت يا جان. تمام عليك. نادر. ايوه يا فندم. هات الراجل اللي اسمه صالح ده. نعم سيادة. سيادتك مش عايز تشوف عمر؟ ده بقاله يومين هنا وزمانه بيضرب اخماس في اسداس عشان ما شفناهوش. فوتوا يومين، ولما تتأكدوا إن مفيش حد وراه يوم الأحد هتقولي على فيلا المقطم. تمام سيادتك. يا حبيبي. شايف كل واحد بيأكل مراته ازاي؟ طب دول متجوزين بقالهم 7 سنين ودول 5 سنين، احنا عدينا ال 40، يعني المفروض اخرج حسن سير وسنون. اضحكوا بس ما تكملش، يعني لا تاكلني وكمان هتطلعني معاش وانا في وسط ولادي. خد يا حبيبي. مش قادرة يا حبيبي. ايه؟ أنا آسفة قوي، مش قادرة أستحمل ريحة الأكل. مالك يا حبيبتي بس؟ اثبت. انت هتروح معاهم حمام حريمي ولا ايه؟ وماله؟ مش محروم يا حبيبي من الخلفه بقاله كام سنه؟ ها عجبك الاكل؟ قوي. الف هنا وشفا يا باشا. بس ما قلتليش يعني ايه رايك في الهدايا اللي ابوك جابها لك؟ حلوه ولا مش حلوه؟ حلوة، ده أنا بالليل هجيب كل أصحابي عندي في الفيلا عشان يلعبوا معايا. عندك في الفيلا؟ عندي في الفيلا. طب يلا يا اخويا، احنا مش غسلنا ايدينا؟ ايه هنبات هنا ولا ايه؟ اتفضل نشف. يلا يا اخويا، يلا يا ابو فيلا. انا عندي في الفيلا. كنت بتضايق ليه بقى دلوقتي يا عمر؟ هقول لك ايه بس. بص يا علوه وركز وحياه ابوك اللي هو انا. الفيلا اللي انت عايش فيها وعايز تعزم فيها اصحابك فيلا عمك عثمان، اللي هو اساسا جوز امك، وانت وامك عايشين معاه في فيلته، انما بيتك الحقيقي مع ابوك اللي هو انا برضو. أيوة بس أنت ما عندكش بيت، أنت عايش مع تيت رؤية. طب ما تيت رؤية تبقى امي، طبيعي اني اعيش معاها. طب ما أنا عايش مع أمها حنان في بيتها اللي هو بيت جوزها بابا عثمان. بابا عثمان؟ طب اتفضل يا لم، يلا تعالى فوت قدامي.
يلا يا بطل. اوبا. بس الجامد. مفيش حد ورايا يا فندم. بقاله قد ايه؟ 4 ساعات. عمل ايه؟ ما اتحركش من مكانه، ده حتى ما حاولش يفتح الباب ويخرج. ورد فعله كان ايه لما عرف انت مين؟ رعب، وقعد يحلفني امانه المسلمين طول السكه عشان يعرف هو هنا ليه. طب ادخل له انت وانا هبقى اطلبك. قهوة لو سمحت. برضه مش عاوز تشرب حاجه يا عم صالح؟ ابوس ايدك يا ابني، انا عايز اروح. هتروح يا عم صالح ما تقلقش. ما بقاش ايه؟ انا بقالي اكتر من 4 ساعات هنا، لا انا عارف انا جاي ليه ولا انا عملت ايه. بعدين انا راجل مريض سكر، ما استحملش البهدله دي. هاتوا يا نادر. تمام سيادتك. يلا يا عم صالح. هروح. هتروح والله. دقيقتين بس سيادتك اقعد معاك وتتكل على الله. سيادته اللي هو مين؟ انت مش كنت عايز تعرف انت هنا ليه؟ ايوه. يلا بينا. دلوقتي هتعرف. يلا. ادخل. اتفضل. 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 مين ده يا صالح؟ ده انا وواحد بديله حقنه. انت بتشرح لي الصوره؟ ما انا عارف. انت واقف ليه؟ اقعد. اتفضل ارتاح. ما تخافش. ما تخافش. بقول لك مين ده؟ الزبون جالي الاجزخانه طلب مني اديله حقنه فديته. بس؟ لا. قال لي كمان ان انا ايدي حنينه وطلب مني ان انا اروح له الفندق اديله الحقنه هناك، ممكن يتوه لو جه الاجزخانه يعني. بس؟ لا. كمان ساب لي بقشيش حلو قوي. ياه. بس؟ ورب الكعبة بس. يعني الراجل ده ما جالكش ولا مرة دار المحفوظات؟ ورب الكعبة أول مرة أشوفه ساعة الصورة دي. أنت عارف مين ده؟ لا. ما قالكش على اسمه؟ ورب الكعبة ما سألت على اسمه. هو اداني رقم من الأوضة في الفندق اللي هو نازل فيه. 407.
حضرتك عارف كل حاجه اهو. وكنت ناوي تروح له؟ بصراحه ايده سخيه زي ما انت شايف كده. حتى بعد ما تعرف انه اسرائيلي؟ ايه؟ اسرائيلي. الراجل ده خد حقنة ايه؟ ترايبين. فيتامين يعني لو ما كانش خدها ما كانش هتفرق معاه. وحتى لو طلبت انه ياخدها ما اظنش يعني الحكايه تستاهل البقشيش ده كله وان ايده تبقى سخيه معاك. الراجل ده كان جاي لك انت بالذات وقصدك يا صالح. قصدنا انا ليه؟ بسبب شغلتك الاساسيه في دار المحفوظات. وحتى لو كنت رحت له الاوتيل ايده كانت هتبقى سخيه معاك اكتر وهيرغي معاك اكتر لغايه ما يوصلك انك تقول انك بتشتغل في دار المحفوظات، وهيبين لك قد ايه هو مبهور انك شغال هناك، وكان حلمه من زمان انه يزور تاني اقدم دار محفوظات في العالم اللي فيها اكتر من 150 مليون مستند رسمي واكتر من 10,000 كتاب نادر. وطبعا مش هيجيب لك سيره انه عارف ان هناك كل المعاهدات اللي بين مصر والدول الاجنبيه من ايام الدوله العثمانيه، وإن في أكتر من 27,000 خريطة بتوضح حدودنا بيننا وبين الدول اللي حوالينا، من ضمنهم الخرايط اللي بنثبت بيهم حقنا في طابة. الناس دول يا صالح عايزين يخفوا أي مستند بنثبت بيه حقنا في أرضنا وحدودنا. يا نهار اسود، ما لقيتش غيري. ولو كنت قلت لأ كان هيشوف غيرك. طب حضرتك عايزني اعمل ايه دلوقتي؟ ما تعملش حاجه. يعني مش فاهم، يعني اروح له ولا ما اروحلوش؟ لا ما تروحلوش. ورب الكعبه ما رايح له. انت بتحلف كتير كده ليه يا راجل يا طيب انت؟ عشان حضرتك بس تصدقني. من غير حلفان انا مصدقك. ورب الكعبه. انت مش كنت عايز تروح؟ طب انا موافق بس بشرط. ورب الكعبه اللي هتقول عليه انا موافق عليه. تنسى انك جيت هنا وكل الكلام اللي دار. والكعبه الشريفه اساسا انا مش فاكر ساعتك. الله ينور عليك. طب افرض ان الراجل ده جه تاني. مش هتشوفه لانه مسافر بعد اسبوع، وفي الاسبوع ده تاخد اجازه من الاجزخانه ومن دار المحفوظات، يعني تختفي. اللي تشوفه سعادتك. نورت يا صالح. ده نورك يا فندم، ربنا يخليك ويخلي لك عيالك يا رب. متشكر قوي. اتفضل اتفضل. ايه بقشيشك بقشيشك اوعى تنساه. خد. شكرا. يلا تعال. اتفضل اتفضل. هو لا مؤاخذة حضرتك رايح فين؟ افتح لك الباب. ورب الكعبة ابدا. حلفان تاني؟ انا اسف مش هحلف تاني. عربيه توصل صالح بيه مطرح ما هو عايز. تمام يا فندم. كمان عربية توصلني؟ ده اقل واجب. وحضرتك يعني لو انا احتجت حاجة ممكن اجي لحضرتك يعني؟ يا راجل يا طيب، ده انا قايل لك انسى انك كنت هنا. شوف العشم واكل الواحد ازاي. لا سيبك من العشم، يلا بالسلامه. مع الف سلامه. مع السلامه. هو الباشا اللي جوه اسمه ايه؟ طبعا ما ينفعش يشتغل معانا. اشتغل مع مين؟ ده لو نفخ في وشه هيقرب كل حاجه.
الو الو مساء الخير. انا ابو معاطي كنت عايز اكلم. مش موجود. ايوه بس دي 10 مره اكلمك وتقولي لي مش موجود. لو جه هبلغه. طب بصي لو سمحتي انا بس كنت عايز ابلغه. لو قلت حضرتك لو جه هبلغه. سالم ما ظهرش؟ لا يا عم طب سلم الاول. لا. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. سالم ما ظهرش يا جماعه، بقاله فتره مختفي. اكيد عنده شغل. والله انت بتجنن، بحضور سالم بصير انت وياه مثل القط والفار، وبغيابه بتسال عنه. اصل انا لا مؤاخذه لا احبه ولا برضه اقدر على بعض. بس بوجود الاثنين المقهى إلى طعم ثاني. اي والله معك حق، هاي بكره السبت، لا حس ولا موسيقى ولا طرب. تفضلي معلمتي. ميرسي. تكرم عيني. جيتوا الحق يا جدعان، عم ضمنهولي قطع في الواحد. حتى عمر اللي ماليش معاه اي سبوبه ولسه متعرف عليه وحشني علشان برواكوا في الطاوله. مش عايزة. يعني مش عايزه؟ انت ما اكلتيش حاجه من الصبح. ماليش نفس. والله كلنا على هذا الحال، ما إلنا نفس لشيء من ساعة اللي صار. انتوا هتقلبوها نكد ليه؟ الواحد في اللي مكفيه. ايه على فين؟ سبوبه في السريع. مين؟ سبوب. عاش من شافك. عاش من شافك انت. بروح ابص عليك في القهوه كل يوم من بعيد لبعيد عشان ما حدش ياخد باله وما بلاقكش. ماليش نفس اروح. اشمعنى؟ هو ايه اللي اشمعنى؟ انت مالك انت؟ وبعدين انت ايه اللي جايبك؟ واوعى تقول وحشني. لا يا عم وحشني وانا عاشقك في الضلمه. طب اخلص. عايز ايه؟ عايز صوري بروح امك ولا انا هفضل طول عمري تحت ضرسك؟ لا يا راجل، وانت عايز تاخد بقى الصور عشان تروح تبلغ عني وتقبض من اهل الدمنهوري تمن براءته. لا صايع ياض. والله ما صايع الا انت. في الاول تلبس الراجل قضيه حشيش وبعدين تعمل لي كمين وتصورني مع نسوان جامده قوي وعريانه علشان تساومني عليهم. يبقى مين اللي واطي وما عندوش شرف يا سالم؟ انت جاي تقلي ادبك عليا يا واد ولا ايه؟ اديني صور يا عم انت خليني امشي. مالكش صور عندي. لا بروح امك ده انا لحمي مر. طب اطلع بره بقى يا سبوبه وقطع الشعر. مش طالع يا سالم وريني هتعرف تعمل معايا ايه؟ هطلعك بايدي يا سبوبه. مش هطلع من هنا يا سالم.